لو عايز تبقى واثق من نفسك وتتعلم ازاي فعلا يكون عندك شخصية قوية، يبقى الفيديو ده ليك. النهاردة هنتكلم عن افضل 10 افلام ممكن تحفزك وتعلمك الثقة بالنفس، والاهم من كده انها هتخليك تشوف جوانب انت مش شايفها في نفسك. بفكركم تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناة، لان ده بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. ويلا بينا. بطلنا في الفيلم ده كان شخص فاقد الثقة في نفسه، ورغم ده قدر يقلب حياته ويبقى من أنجح الناس في مجاله. الفيلم ده مش بس هيلهمك، لا ده هيعلمك ازاي تتحدى نفسك وتوصل لأفضل نسخة ممكن توصل لها منك. الفيلم رقم 10 معانا هو ذا سوشيال نتورك، قصة مليانة تحديات ومفاجآت هتخليك مشدود من أول دقيقة لآخر دقيقة. Take that as a compliment. War with Germany will come, and we will need a king whom we can all stand behind. He's afraid of his own shadow. الفيلم اللي جاي بيتكلم عن قصة ملهمة عن ملك كان عنده خوف من الكلام قدام الناس وازاي يتغلب عليه. ممكن تتخيل ازاي قرار واحد ممكن يغير مسار حياتك بالكامل؟ الفيلم ده بيوريك اهمية اتخاذ القرارات الصحيحة والثقة بالنفس. الفيلم رقم 9 معانا في القائمة هو ذا كينج سبيتش. في لحظات بتكون عارف ان انت لو خدت القرار الصح حياتك كلها هتتغير. الفيلم اللي جاي بيحكي عن شخص وصل للحظة دي وازاي ثقته بنفسه غيرت كل حاجة. الفيلم رقم 8 معانا في القائمة هو ديد بيوت سوسايتي. فيلم هيحرك فيك مشاعر ومبادئ هتغير منظورك للحياة. بتفكر ازاي تواجه مخاوفك وتحقق احلامك. الفيلم ده هياخدك في رحلة شخصية هتحس انها بتكلمك انت. الفيلم رقم 7 معانا في القائمة هو A Beautiful Mind. قصة حياة العبقري جون ناش وازاي يتغلب على التحديات النفسية والفكرية بثقته بنفسه. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea, and it's the only way I will ever distinguish myself. It is the only way I will ever matter. تخيل نفسك بتكافح عشان تحسن حياتك رغم كل الصعوبات اللي بتواجهها. ايه اللي هيحصل لو عمرك ما استسلمت؟ الفيلم ده بيحكي عن قصة شخص ما استسلمش رغم كل الصعوبات اللي قابلته. الفيلم رقم 6 معانا في القائمة هو The Pursuit of Happiness. فيلم عظيم هيعلمك ان الاصرار والثقة بالنفس هما مفتاح النجاح. ايه اللي هيحصل لو اكتشفت انك عندك قوة خارقة جوه نفسك بس محدش ملاحظها؟ الفيلم اللي جاي هياخدك في رحلة مع بطل بيكتشف قوته الخاصة وبيستخدمها في تغيير حياته وحياة اللي حواليه. فيلم رقم 5 معانا هو روكي، القصة الملهمة اللي هتخليك تصدق نفسك حتى لو الدنيا كلها ضدك. خليك معانا لسه في افلام تانية هتزود حماسك وتعلمك اكتر عن الثقة بالنفس وقوة الشخصية. اللي جاي هيبهرك. ايه اللي هيحصل لما تتحدى كل الظروف وتشتغل على نفسك عشان توصل لاعلى مستوى؟ الفيلم الجاي هيديك دفعة كبيرة لتحقيق اهدافك. الفيلم الرابع معانا في القائمة هو Remember the Titans، فيلم رياضي ملهم عن قوة الوحدة والثقة بالنفس. اوقات بيكون عندنا مواهب وامكانيات مش عارفينها لحد ما بيجي الشخص اللي بيفتح عينينا عليها. الفيلم ده بيحكي عن الثقة اللي موجودة بين استاذ وطالب وعن ازاي الثقة ممكن تغير حياة شخص. الفيلم الثالث معانا في القائمة هو Good Will Hunting، من الافلام اللي بتلمس القلب وبتعلمك اهمية الثقة في النفس وفي اللي حواليك. Meet Will Hunting. I've been looking over this rap sheet of yours. Assault, theft, resisting. عارف لما تحس ان الدنيا كلها ضدك وكل الناس شايفينك مش هتنجح؟ الفيلم ده بيوريك ازاي ممكن تتحدى كل التوقعات وتثبت لنفسك واللي حواليك انك تقدر تنجح. الفيلم ده هو رودي، قصة حقيقية عن شاب كان حلمه يلعب في فريق كرة قدم رغم كل الصعوبات اللي واجهها. You're a fighter. You're a battler. That's what gives you life. تخيل نفسك في عالم كله تشويق وغموض، لكن المفتاح لكل حاجة هو الثقة بالنفس. الفيلم ده بيوريك ازاي قوة الشخصية ممكن تكون الحل في اوقات الضغط العالي. الفيلم رقم 1 معانا في القائمة هو The Dark Knight، مش مجرد فيلم سوبر هيرو، ده درس حقيقي في الثقة بالنفس والشجاعة. So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. وبس كده، دي كانت قائمتنا لافضل 10 افلام هتساعدك تبني ثقتك بنفسك وتقوي شخصيتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر فيلم اثر فيكم، او لو عندكم ترشيحات تانية. استنونا في الفيديوهات الجايه، وسلام عليكم.